السلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكلشي زين ومرحبا وزيد قدام مع اختكم غزوله. قصتنا اليوم كتقول: كنت غنتزوج بوليسي، صدقت مزوجه سيكيوريتي. انا سناء، عندي 25 سنه، قريت خديت ديبلوم في السكرتاريه، خدامه عند الطبيب. واحد النهار جا واحد الولد عنده 36 سنه، طولو الجريده، دوز عند الطبيب سهله ومشى. الوقت اللي سديت الكابيني وانا نلقاه لتحت كيتسنى فيا. قال لي: السلام اختي، عجبتيني وما قدرتش نهضر معاك في الكابيني وتسنيتك هنايا لتحت. نتمنى تعطيني النمره ديالك اتصل بيك ونتعارفوا على بعضياتنا، الا تفاهمنا راني ناوي المعقول. قلت لي واخا، عطيته النمره، هضر معايا، قال لي خدام رجل امن. اخيرا زهري وقف وطاح فيا بوليسي. بقينا كنهضروا، تلاقينا، تقهوينا، عجبني وعجبته. قال لي نجي نخطبك نتزوجوا. بقاي خدامه ما عنديش المشكل، والسكن غنسكنوا في الدار لتحت خاويه. قلت ليه مرحبا. جاب دارهم خطبني. قال الوالد ديالي خدام رجل امن، السكن غنسكنوا في دارنا لتحت خاويه. هو الولد عند والديه ساكن معاهم في الدار الفوق، وخواتاتهم مزوجين. كانوا كارين الدار التحتانيه، ملي بغا يتزوج خواوها باش غادي يسكن فيها. اتفقنا على كل شيء، درت خطبه، عرضت على الحباب والصحابات والفاميله المقربين كل شيء. قلت ليهم راجلي راه بوليسي. غير اللي تلاقيتها نقول ليها غنتزوج بوليسي، وماما حتى هي ما قاداني فرحه، غنتزوج بوليسي. مرة تخدم بالنهار ومرة تخدم بالليل، تيكون هادر معايا، كنسمع الراديو ديال البوليس. وصل النهار ديال العقد، لبسنا ومشيت انا وياه وباباه. وصلنا، عطينا العدو الوثائق. قال ليه فاش خدام؟ قال ليه سيكيريتي في شركة. اويلي اشنو تتقول؟ احبس السي العدول. قلت ليه كيفاش؟ يا قلتي خدام رجل امن. قال لي ايه قلتها، ودابا قلتي هاد العدول سيكيريتي. ايه شنو سيكيريتي؟ هي رجل امن خاص. اويلي انا نسحبك بوليسي، هي رجل امن. وما خليت لمن قلت غنتزوج بوليسي. قول من الاول راك خدام سيكيريتي. ايوا رانا قلتها، مالي كدبت. انا كلشي كنقول ليه خدام رجل امن، ما كتعجبنيش نقول خدام سيكيريتي. بديت نغوت عليه ونبكي. بدا كيهدن فيا، قال لي يا راه انت اللي فهمتي غلط، انا ما قلتش بوليسي، انا ما بقيتش باغا نتكاتب. عاد هضر معايا بابا، قال لي شوف يا بنتي، كان عاجبك الولد لشخصو فما يهمكش الخدمه، اصلا عنده السكن وهو خدام وانت خدامه، تعاونوا على الزمان. الا ما كنتيش مقتنعه بنتي بالراجل وبهذا الزواج، يلا هي فحالك. فكرت وقلت الولد زين وعجبني، وتفهمت انا وياه وليت تنبغيه، وانا اللي فهمت داكشي اللي بغيت. والراديو اللي كنت كنسمعه عاد عرفت انه حتى سيكيريتي عندهم. قلت المهم خدام وبدارو، ما نضحكش فيا الناس اللي عارفيني غادي نتزوج. صافي وقلت ليه معليش، انا فهمت بالغلط وانت وليت توضح هضرتك. وتكاتبنا ودرنا العرس، ودابا راني والده جوج ولاد، صدق ولد الناس، وحتى مو صدقت مرا مزيانه. انا باقا خدامه وهو خدام، تعاوننا على الزمان. ولادي ملي ما تنكونش كيطلعوا عند جداهم، عايشه هانيه معاه. وصدق لي ماشي المهم هي فاش خدام، المهم هو خدام بالحلال ومعقول ويكون ولد الناس. حكيت لكم قصتي اليوم البنات باش توليو تسولوا مزيان الراجل اللي غادي ترتبطوا به على اي حاجه، كيف ما كانت كبيره ولا صغيره، قبل ما ديروا العقد. خوتي خواتاتي، كانت هذه قصتنا اليوم، نتمنى تكون فيها عبره واستفاده للبنات. وما تنساونيش اللي ما مشاركش يشارك، وخليوا لي القليب والبارطاج
وكتروا ليا من حركة الاكسبلور باش يطلع الفيديو، ونزيدو قصص اخرين ان شاء الله. وخليو التعليق ديالكم، راه رأيكم كيهمنا بزاف. وشكرا لكم كاملين، والى قصة اخرى ان شاء الله، ودوزو بخير.